عصام الحضري مدرب منتخب مصر الثاني في كاس العرب عمل حاجه ما يعملهاش غيره هو وبس. طلع في برنامج بعد الفضيحه اللي شفناها في كاس العرب. تعالوا نشوف هو عمل ايه وبعد كده نبقى نعلق على اللي هو بيعمله. 470 بخطر. انا قلت لك مفيش حاجه بتقعد هنا. اللاعب اللي بعديه هو لاعب معتزل ايضا، بدأ مسيرته طويلة جدا في دمياط المصري. الحضري ايوه كده، يا سلام يا سلام، بعوض. اللاعب اللي بعديه هو لاعب معتزل ايضا، بدأ مسيرته في سكة الحديد. بركات. ايوه كده ايوه كده يا ذكي يا ذكي يا ذكي، ايوه ذكي، لعبه ذكي والله ذكي. اقول لك على حاجه، قلنا انا لسه ما سمعتش الله. طب ما انت اول ما سمعت الضم يا الحضري سمعنا بالضم. اقول لك على حاجه عشان بجد والله الراجل ده جاي يهزر. والله من اجمل حلقات التاريخ رسول الله. اخ يا ربي، اذا وصلنا. عندك حق يا بركات، والله فعلا انتوا جايين تهزروا، ومش الراجل هو اللي بيهزر، ده انتوا اللي بتهزروا. ولا فارق معاكم منتخب مصر، ولا فارق معاكم الفضيحه اللي شافها منتخب مصر. كنت افتكر زمان اي لاعب في اي نادي لو اتغلب ماتش بس يبقى مكسوف ينزل من بيتهم، مش بيطلع في برامج ومسابقات وبيضحك وبيرقص كمان، ومنتخب بلده طلع بفضيحه. المشكله اللي ما طلعش عصام الحضري لوحده، ده محمود فايز كمان اللي كان ماسك مساعد كوبر قبل كده في تدريب منتخب مصر، عمل نفس الموقف مع ابراهيم فايق، وكل الناس كانوا مكسوفين وابراهيم ذات نفسه كان مكسوف. تعالوا نشوف وبعد كده نعلم. كده فرق بعيد. فبالمقابل انت دخلت بطوله، الجمهور دلوقتي عمال يسال هو انت دخلت البطوله دي ليه؟ طب هل بلعيبه صغيره عشان تطلع لقدام، ولا او يعني نديها استثمار او نديها زقه ونستثمر فيهم عشان كده؟ طب هل اهلت لعيبه من دي كابتن حسام حسن هياخدهم معاه في كاس الامم للمنتخب الاول؟ لا برضه. طب هل انت خدت لعيبه عشان تكسب البطوله دي؟ يحوش لللايف، يحوش لللايف على الهوا. والله بجد ازاي الناس دي تبقى ماسكه تدريب منتخب مصر؟ الناس دي المفروض تحس بمصر اكتر مننا بكتير، ويبقوا زعلانين على الفشل اللي بيقدموه اكتر مننا، مش يبقوا بيضحكوا وبيتصرفوا عادي ولا هممهم اللي حصل لمنتخب بلدنا. اي نعم محمود فايز نزل اعتذار على اللي هو عمله، كده كده بان اللي انت عملته قدام الناس كلها. انت راجل ماسك مدرب منتخب مصر قبل كده، فازاي تبقى مش حاسس على الكسره والحسره اللي كانت حاصله لكل الشعب المصري يومها؟ بجد بعد اللقطتين دول ما تستنوش اي تقدم يحصل لمنتخب مصر، لان الناس المسؤوله مش حاسين بقيمه منتخب مصر ولا حاسين بينا كشعب زعلان ومقهور على منتخب بلده.